كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الإمساكية. أهلا بيكم مرة تانية، والنهاردة تاني يوم من أيام شهر رمضان المبارك، واليوم ده حصلت فيه أحداث كتير غيرت مجرى التاريخ بالنسبة للعالم الإسلامي كله. رجوع الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأصحاب الكرام لفتح مكة والرجوع ليها منتصرين، ومن هنا بدأ ينتشر الإسلام ويكبر ويتوسع كإمبراطورية وصلت للشكل اللي احنا شايفينه ده. كمان من الأحداث المهمة اللي حصلت تاني يوم رمضان، ففي اليوم التاني من شهر رمضان بدأ المسلمين في بناء مدينة القيروان في تونس تحت إشراف فاتحها عقبة بن نافع رضي الله عنه، واللي اتشهرت مدينة القيروان بعلمائها وعلمها اللي غزا العالم. ومن الأحداث المهمة اللي حصلت تاني يوم رمضان أحداث مدينة عسقلان في فلسطين. ففي اليوم ده غادر صلاح الدين الأيوبي مدينة عسقلان بعد أن أخلى كل سكانها من العرب وحطم كمان أسوارها خوفا من أن يستولي عليها الصليبيين ويأسروا أهلها ويجعلوها وسيلة لأخذ بيت المقدس. وقبل ما يبدأ صلاح الدين في تخريب المدينة قال مقولته المشهورة: والله لموت جميع أولادي أهون علي من تخريب حجر واحد منها. معركة بلاط الشهداء بين مدينتي تور وبواتيه في فرنسا. ففي 2 رمضان سنة 114 هجريا اشتعلت معركة بلاط الشهداء بين المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي والفرنسيين بقيادة شارل مارتل. وجرت أحداث المعركة في المنطقة الواقعة بين مدينتي تور وبواتيه، واستمرت المعركة مدة آخر 10 أيام من أواخر شهر شعبان حتى انسحاب المسلمين يوم 2 رمضان. في 2 رمضان عام 82 هجريا تم فتح بلاد المغرب الأوسط، حيث كانت الجيوش الإسلامية في شمال أفريقيا تواجه الروم من جهة والبربر من جهة أخرى، وكانت زعيمة البربر تسمى الكاهنة، واللي قدرت تجمع شملهم وتحارب المسلمين لسنوات طويلة، وما قدرش قائد المسلم الظهير بن قيس أن ينتصر عليها لعند ما جه القائد الحسان بن النعمان، واللي صمم إنه يفتح كل بلاد المغرب وانتصر عليها في يوم 2 رمضان عام 82 هجرية. كمان حصل في 2 رمضان حدث مهم، وهو سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية عام 132 هجريا. دولة عبد الله أبو العباس على دمشق بعد عمل استمر لعدة سنوات وبعد خروج آخر الخلفاء الأمويين منها، وبالشكل ده سقطت الدولة الأموية واللي امتدت لمدة 90 عام تقريبا. وزي ما اتعودنا دايما ان شهر رمضان مليان بالخير والبركات الفتوحات والانتصارات، فدي كانت أغلب وأهم الأحداث التاريخية اللي حصلت يوم 2 رمضان على مر التاريخ. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة من برنامج الإمساكية، وكل سنة وانتم طيبين.